مشاهدينا إلى أخبارنا المحلية الآن مع الزميل رفيق بخوش. مساء الخير. نادية، شكرا لك. مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة محلية. تنمويا دائما أمر من جهته والي خنشلة سليم حريزي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى العديد من بلديات عاصمة الولاية، أمر برفع وتيرة أشغال مشاريع ترميم المستشفيات ومختلف الهياكل الصحية، وشدد أيضا على ضرورة تحسين عملية استقبال المرضى. التغطية لطارق مامن. قطاع الصحة وقفتوا معنا وشفنا بلي بعض الأشغال تاع الترميم على مستوى علي بوسحابة تمشي بوتيرة مقبولة، ولكن هذه الأشغال أثرت نوعا ما على السير العادي للمستشفى، مما استوجب إعطاء تعليمات في إطار تنظيم استقبال المرضى والتكفل الأمثل بالأشغال التهيئة لإنهاء في أحسن الأجل، ولا سيما اخواننا اللي يقوموا بتصفيه على مصلحه تصفيه الدم. معنا مستشفى الطفل والامومه للاشغال تاع الاشغال الكبرى راهي انطلقت، باقي بعض الحصص اللي طلبنا به يعنوا على العروض، ونستعملوا المبالغ الماليه المتوفره، وطلب اعاده تقييم هذا المشروع لانهائه ان شاء الله في احسن الاجل.